السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. بعد مباراة المنتخب السويسري والكاميرون التي انتهت بفوز سويسرا بهدف دون رد من إمضاء اللاعب الكاميروني الجنسية إيبولو، والذي لم يرد الاحتفال بعد تسجيله الهدف، لكن الجماهير الكاميرونية هاجمته بقوة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تنعته بالخائن. لكن جيرمين والدة إيمبولو خرجت عن صمتها وهاجمت إيتو والكاميرونيين: اتركوا ابني وشأنه، لقد قام بواجبه فقط، لقد كونه السويسريون ومنحوه الفرصة، أما أنتم فلا يوجد سوى المكر والخداع في اختياراتكم. لكي تمثل المنتخب الكاميروني يجب أن تدفع المال لشركة إيتوبيا، وهي شركة راعية لصور إيتو. أما سويسرا فتكفلت بتكوين ولدي مجانا وأعطته فرصة اللعب مع المنتخب، وكشفت أيضا عن كثير من قضايا الفساد لصامويل إيتو والاتحاد الكاميروني، من بينهم رشوة الحكم الغامبي بكاري غاساما ضد الجزائر. لتؤكد لنا ما فعله صامويل إيتو في مباراة الجزائر والكاميرون. شاركونا بآرائكم في التعليقات.